آثار هذه الأعمال. يا شباب، يا بنات، يا فتيات، يا رجال، نصيحة استهلكوا كل أعماركم بالعمل الصالح. حرام يجي واحد يقول إنه صار معه ديسك. ليش معك ديسك أخي؟ والله من كتر ما عم بالشوارع هيك اسنه الظهري، كنت أنا ورفقاتي إلى 4 رفقات كل يوم بنوقف لنا شيء 4-5 ساعات هيك بنحكي يعني بنتسامر. والله ضليت 10 سنين كل يوم كل يوم كل يوم، بعدين صار معه ديسك من كتر هالوقفة. بكرة عندما تموت سيسألك الله عز وجل: يا عبدي يا عبدي أعضاؤك فيما أتلفتها؟ معقول تقول له يا رب لأني كنت واقف بالشوارع كل يوم 4 ساعات؟ حرام. والله واحد من الإخوة توفاه الله تعالى الآن، هو أمين سر بإحدى الجمعيات الخيرية بهذه البلدة. قال لي الرجل محامي قديم، من يلي من 60 سنة معه شهادة أو 40 سنة معه شهادة حقوق، رجل قدير أديب خلوق. قال لي: يا أستاذ، هو كان بجمعية اسمها جمعية الشيخ محي الدين، فمسؤولة عن قطاع بهذا الجبل، بجبل الشيخ محي الدين. قال لي: والله يا أستاذ كنا نطلع نوصل السكر والشاي والرز لبيوت أسر فقيرة بهذا الجبل، ما في لا سيارة ولا مسكليتة قال لي: والله على ظهورنا. قال لي: من كتر ما أحمل للناس على ظهري أصبت بالديسك. قال له: هاد بس يموت حيوقف بين إيدين الله ويقول له الله عز وجل: يا عبدي وين روح ظهرك، وين راح الديسك، من شو طلع؟ يقول له: يا رب أنا من أجل أن أخدم عبادك. هاد ما بيستوي مع واحد، سامحني، يعني صار معه ديسك من كتر ما بيوقف بهالشوارع يشير لهذه ويدل على تلك. ما بيستوي يا إخوان. في بيناتنا ناس بدأت عيونهم تتعب، الله بده يسألك: عيونك بماذا أتعبتها؟ نصيحة لوجه الله. شوفوا لكم، نحن ذاهبون نحو الموت كلنا، وأجسادنا تتلف كلنا، الكبد والقلب والطحال والعين والأنف والأذن والإيد والرجل كله عم يتلف، له عمر، يعني هو سيمضي. خليه يتلف في عمل الصالحات أحسن ما يتلف من الزمن. والله أخي الزمن تعبني، الزمن حنالي ظهري، الزمن وجع لي قلل سمعي، الزمن خلاني بدي أحط نظارات. ليش الزمن تخليه؟ روح، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يا شباب اتعبوا. الله عز وجل قال: فإذا فرغت فانصب فاتعب. ما حدا يجي على الدرس ليتسلى. والله أنا حاسس حالي مالل، بيجي بحضر الدرس، يعني اسمعنا هيك كم كلمة، أحسن قاعدين بالبيت يا أخي. بعدين رفيقي بيجي هيك بياخذني بهالسيارة وبنرجع كمان هيك بيشتري لي كمان شيء شروي. والله حلو هالدرس، معكم درس تاني؟ يا شباب ما جايين نتسلى. لا ترضى أنك تجي تتسلى، تعال لهون من أجل أن تحمل شيئا وتمضي عمل صالح. يا أخوات، موجود بيناتكم يا إخوان، موجود رجال، في رجال موجودين بيناتنا طالعين على التقاعد، عنده دوام عمل أكثر من يلي عنده دوامين بقلب النهار. عمره 60 و70 سنة عنده شغل كل يوم 10-12 ساعة. يلي عنده دوامين شغل ما بيداوم 12 ساعة، يقول لك بدي اشتغل أنا، الأخي الحياة ماضية. آمنوا وعملوا. فالدلالة الأولى أن الله قرن الإيمان مع العمل. الدلالة الثانية أن الله عز وجل قال عملوا لم يقل فعلوا. في دلالة ثالثة أن الله قال آمنوا واو الجماعة، عملوا واو الجماعة، ما قال آمن وعمل. في إشارة إلى أن العمل الجماعي أحسن من العمل الفردي. صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد. مجلس العلم أفضل من أن تبقى وحدك في بيتك. الذكر في جماعة أفضل من الذكر المنفرد. لما منساوي مشفى خيري أحسن من لما أنا بتبرع لمريض بعملية جراحية. لما بساوي مدرسة تعليم أحسن من لما بعلم طالب واحد. لما بساوي وقف خيري ينتفع منه آلاف الناس. هذا الجامع يا أخوان وقف، من الذي تبرع بأرضه؟ من الذي بناه؟ من الذي تحمل التبعات الفكرية والجهدية والإدارية والمالية لبنائه؟ راحوا من أسسوا الجامع ماتوا، لكن الخير باقي. العمل الجماعي اللي أسسه مو واحد، في مجموعة عملت، في ناس شغلوا بالأمور الإدارية وناس بالأمور المالية وناس بالأمور الوقفية إلى أن طلع هذا المبنى. مشفى المجتهد يا أخوان، مشفى المواساة، هذه جمعية خيرية. مشفى الأطفال الأرض تبعه وقف خيري. مشفى التل العسكري وقف. هذه البلدة مليئة بالأوقاف. شو يعني أوقاف؟ يعني أناس بذلوا من أجل أن ينشئوا عقارات أو مؤسسات أو مراكز من أجل أن يتركوا الخير في هذه الأرض. بالشام كان في وقف يا أخوان ما موجود، يعني التفكير في زمن سيدنا صلاح الدين الأيوبي أنشأ وقفا اسمه وقف الحليب.
شو هذا وقف الحليب؟ ساوى خزان للحليب وله مزراب. كل أم مرضعة ما عندها قدرة تشتري حليب، بس بتروح بتجيب الإناء تبعها، بتروح لعند وقف الحليب بيصبوا لها الحليب وبتروح تشرب حليب صحة وهنا. بالشام كان في وقف اسمه وقف الإقضامة. شو هذا وقف الإقضامة؟ كل طفل بيروح على المدرسة الصبح قبل ما بيروح بيمر على الوقف بيحطوا له كمشة إقضامة بجيبته، اللي هي حمص يعني محروق ومملح ومحمص، يعني الأكل الطيبة تبع الأولاد مشان يشجعون. في وقف اسمه وقف الأواني المكسورة. شو هذه الأواني المكسورة؟ كل ولد بعته أبوه ليشتري كيلو لبن، قام هو حامل الزبدية وقعت وانكسرت، مشان ما يرجع على البيت وياكل بدن من أبوه بيحمل الزجاجات وبيروح لوقف الأواني المكسورة بيعطيهم إياها، بيعطوه صحن أو كاسة بديلة. في وقف اسمه وقف الدواب الهرمة. كل حصان، كل فرس، كل بقرة أجلكم الله، كل حمار هرم وتعب مشان صاحبه ما يشغله ويتعبه، بياخدوا على المرج اللي هو الآن أرض معرض دمشق الدولي، بيقعد هنيك وبيعطوه بداله واحدة من الدواب الفتية مشان ما يتعبوا هذه الحيوانات الهرمة. شو هالعمل الصالحات عند المسلمين يا أخوان؟ عجيب. هلأ بتلاقي يعني شاب أخي وصلك مقطع الواتس، والله أنت اشتركت هلأ بهي الخدمة الجديدة؟ معقول أنت قاعد طول حياتك بس تعدي شي 3 ساعات هيك قاعد لي على هالزرار وعم تكبس، وجعت عيونك، وجعت أنفك، وجعت قلبك، وجعت ظهرك، وجعت راسك؟ ما في مانع، أنا سأشترك، بس حياتي لن أصرفها من أجل هذا الشيء التافه. بدي روح أعمل، بدي ساوي من جماعة عملوا، لأنه في بشارة، بس هالبشارة كرت الدعوة بس لجماعة آمنوا وعملوا. إذا مو من جماعة عملوا بتروح البشارة عليه. فالله عز وجل قرن آمنوا ما عملوا. الله عز وجل قال عملوا لم يقل فعلوا. الله عز وجل قال عملوا آمنوا